بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الذريات آية رقم 20-21: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. علم الباراسيكولوجي العلم كله كل الهدف بتاعه البحث ودراسة هذه الآيات اللي موجودة في الأرض والآيات اللي موجودة في النفس البشرية. طيب، ايه الفرق ما بين الباراسيكولوجي والميتافيزيكس؟ لو كتبتوا كلمة باراسيكولوجي بالعربي على جوجل تقريبا 90% من المواقع او 95% كله بيتكلم عن الميتافيزيكس، ما بيتكلمش عن الباراسيكولوجي. ايه الفرق ما بين الباراسيكولوجي والميتافيزيكس؟ الباراسيكولوجي هو علم بيختص بدراسة الآيات الكونية والآيات النفسية. الميتافيزيكس هو علم اكتر بيختص بدراسة الغيبيات، زي الأشباح مثلا، تحضير الأرواح، الملائكة دول شكلهم إيه، خصائصهم إيه، نتواصل معهم إزاي، الجن ده شكله إيه، خصائصه إيه، نتواصل معاه إزاي. هو ده الاهتمام بتاع الميتافيزيكس. فعشان لما تكتب باراسيكولوجي على جوجل وتلاقي كده إن كل المواقع بتتكلم عن الجن والعفاريت والأشباح، أعرف إن ده أصلا لا علاقة بيه بالباراسيكولوجي. طيب، العلم نفسه مبني على 4 علوم: الفيزياء، علم الفيزياء، وعلم النفس، والفلسفة، وعلوم الطاقة. لو هنتخيل ان الباراسيكولوجي ده زي المعمار البنائي للقاعة اللي احنا فيها مثلا، او للعمارة اللي انت ساكن فيها مثلا، ففي 4 أعمدة قايم عليها البناء ده. علم الباراسيكولوجي كده بالظبط، ليه 4 أعمدة قايم عليها. الفيزياء في الباراسيكولوجي بتدرس موهوبين او بتدرس ناس بيقدروا مثلا يحركوا الحاجه من غير ما يلمسوها. انت دلوقتي قدامك انسان كسر كل قوانين الفيزياء المعروفه، عشان في الفيزياء عشان تحرك حاجه، جسم ليه كتله معينه وليه وزن معين من نقطه مثلا الف لنقطه ب، لازم تاثر عليه بقوه معينه ليها مقدار معين عشان تحركه هذه المسافه. انت دلوقتي في الباراسيكولوجي قدامك انسان مجرد بس شاور لقلم مثلا حركه، شاور لكرسي حركه. ازاي ده بيحصل؟ او ازاي تقدر تدرس حاجه زي كده؟ لازم يكون عندك الاساس الفيزيائي عشان تقدر تدرس الحاجه اللي بتكسر القانون الفيزيائي. طيب، ده اول علم. تاني عمود قايم عليه البناء المعرفي للباراسيكولوجي هو علم النفس. في موهبه في الباراسيكولوجي او قدره نفسيه اسمها البايروكاينيسيس او الاحراق النفسي. دي الانسان اللي بيمتلك هذه الموهبه لو ركز بس على اي حاجه يقدر يشعل فيها النيران او يقدر يحرقها. واحد زي ده لو حضرتك قلت له كلمه زعلته هيكون تصرفه ازاي؟ فعلم النفس هو الاداه اللي بتدرس سلوك الموهوبين. بالنسبه للباحث في الباراسيكولوجي او العالم، علم النفس يبقى هو الاداه اللي معاه بيدرس بيها سلوك الموهوبين. طيب، ثالث عمود قايم عليه البناء المعرفي للباراسيكولوجي هو الفلسفه. العالم او الباحث لما بيعرف معلومه جديده كانه واقف على بلاطه او على سيراميكا، قطعه من السيراميك او قطعه من البلاط، وكل الارض اللي حواليه فراغ. ايه الاداه اللي بترص البلاطات ورا بعضها او بتمد الطريق على استقامته عشان خاطر توصل الباحث او العالم لقدام بالمعلومه اللي هو عارفها دي؟ الفلسفة هي الأداة اللي بتمد الخط على استقامته. الفلسفة هي الأداة اللي بتعرف العالم أو الباحث المعلومة اللي هو وصل لها النهاردة دي كمان 20-30 سنة هتوديه لفين، أو هتبقى تطبيقاتها عاملة إزاي. طيب، رابع عمود قايم عليه البناء المعرفي للباراسيكولوجي هو علوم الطاقة. إزاي الإنسان يقدر يتخاطر، إزاي يقدر يستقبل رسالة تخاطرية أو ينقل فكرة، إزاي الإنسان يقدر ينقل مشاعر معينة، إزاي في موهبة مثلا اسمها الإبهام الأخضر اللي بيتمتع بهذه الموهبة. لو إنسان عنده روماتيزم أو روماتويد وجه الموهوب ده حط بس إيديه على موضع الإصابة، دقيقة دقيقتين شالها، راح الألم خالص، راح المرض تماما. إزاي ده بيحصل؟ عن طريق علوم الطاقة، هي اللي بتدي تفسيرات لكل هذه الظواهر النفسية الفائقة. متشكر لحضراتكم جدا. محمد صبحي، أول محاضر مصري لعلم الباراسيكولوجي.